على فكرة الفيديو ده لو كان موجود وقت ما قررت أدرس التغذية الإكلينيكية، عمري ما كنت رحت معهد التغذية ولا درست تغذية ولا كان زماني هنا خالص. فعلا هو ده الفيديو ده بيجاوب على السؤال اللي كان معطلني وحيرني كتير. احكي لكم الحكايه وبعدين اقول لكم في ايه دوكيمنت هبعته لكم في الفيديو ده. انا كنت مهتمه بالتغذيه جدا، وبعد ما خلصت الدكتوراه قعدت اقرا عنها كتير، بس دايما كانت في حته معطلاني. كل الكلام سهل ومفهوم ما عدا منين اجيب ايه. يعني يجي يقول لك مثلا مريض الكبد محتاج 1.2 جرام بروتين مثلا لكل كيلو جرام، اجيبه منين بقى؟ يعني انا كان وقتها معلوماتي انه مش قادره افرق يعني ايه جرام بروتين ويعني ايه جرام ميت. وطب انا هاكله مثلا فراخ، ياخد قد ايه من الفراخ عشان ياخد جرامات البروتين؟ طيب هو هياكل رز، هيطلع منها قد ايه علشان ياخد الطاقه بتاعته؟ كربوهيدرات، فات. الحقيقه هو ده بالظبط اللي خلاني اروح ادرس في المعهد. انا كان وقتها عندنا ضائقه ماليه، وقلت لجوزي ان انا رحمه الله عليه عايزه ادرس تغذيه. فقال لي انت ما عندكيش دم. فانا فاكره قوي يوميها قال لي انت مش شايفه الديون والاقساط اللي علينا؟ قلت له والله انا حابه الموضوع ده قوي يا خالد وبقرا فيه كتير جدا، بس في حته كده معطلاني مش عارفه لو عديتها هبقى كويسه. طب اقول لك على حاجه، هات بس 1800 جنيه انا هوفرهم من مصروف البيت وهروح اخد الدوره البيزك علشان احل المشكله دي، وبعد كده اوعدك انا هذاكر لوحدي. في المحاضره البيزك دي او الدوره البيزك دي كان في محاضره تاريخيه اسمها الاكسشينج ليست، اللي انا هبعت لكم الفايل بتاعها لاي حد يعلق باي كلمه في الفيديو ده. يعني ايه اكسشينج ليست؟ يعني نقسم الاكل، يعني كل مجموعه متكافئه قد بعضها نعرفهم ان هم قد بعض. يعني مثلا ربع الرغيف قد 3 معالق رز، قد 3 معالق شوفان، قد 3 معالق مكرونه. ايه انواع الفاكهه اللي مع بعض قد بعض اسميهم حصه فاكهه، علشان انا شايفه ان هي مهمه جدا لمحو الاميه بتاعه التغذيه. هتحل لك ايه مشكله لما يبقى عندك الدوكيمنت بتاعه الاكسشينج ليست؟ انت هتبقي فاهمه الدكتور بتاعك عايز ياكلك على ايه في الفطار مثلا، لكن انت مش عايزه تاكلي اللي هو مكتوب. ايه البدايل بتاعته علشان ما حدش يجي يقول الدايت ممل؟ طلعي لي بدايل، انا زهقت. دي احسن طريقه، وانا بجد انها من الحاجات الاساسيه لمحو الاميه التغذويه. علق باي كومنت وهبعت لك حاجه اسمها قائمه الاكسشينج ليست، نحط الاكل على الميزان ونعرف مين قد مين قد مين، وكل حاجه جواها جرامات ايه، نشويات، دهون وبروتين، نبقى عارفين احنا بناكل ايه. بيعطيكم العافيه.